انا احمد مصمم جرافيك. احنا دلوقتي في سنة 2023. انا حابب اتكلم عن السنة اللي فاتت 2022 بما انها كانت سنة مختلفة في حياتي وحصل لي فيها تطورات كتير قوي في حتة الكارير وحتة ان انا كبني ادم ذات نفسي يعني اتغيرت واتطورت كتير جدا عن اللي فات. فحبيت اتكلم معاكم بتفاصيل اكتر عن ايه هي الاهداف اللي انا كنت حاططها اصلا في اول 2022، ايه اللي حققته، ايه اللي محققتوش، تفاصيل الاهداف دي از جرافيك ديزاينر لعل وعسى يعني تستفيدوا وتتعلموا حاجه واقدر اكون بديكم قيمه يعني تتعلموا منها ان شاء الله. اول حاجه هتكلم عن اهداف 2022 وايه اللي حققته وايه اللي محققتوش. اهداف 23، ايه الحاجات اللي انا عاوز احققها، ايه الحاجات اللي انا عايز اشتريها، ايه الحاجات اللي انا عاوز اطور فيها نفسي. فيلا بينا نبدا الفيديو. احنا دلوقتي خلاص 2022 مشيت وسابتنا بذكرياتها بتجاربها بحاجاتها كتير. بس انا كنت حاطط في بداية السنة اهداف عشان اقدر اطور من نفسي واقدر احقق انجازات اكتر في الكارير بتاعي. اول هدف في 2022 كانت اهم حاجة عملتها في حياتي لحد دلوقتي والحاجة اللي فخور بيها جدا هو اليوتيوب ده. وانتوا طبعا. لانه بجد فرق معايا في حياتي جدا، وفرق ان انا اصلا اتكلم قدام كاميرا دي كانت حاجه استحاله اعملها في حياتي، لكن مره على مره الحمد لله ربنا كرمني وبقى في اودينس بتشوف الفيديوهات بتاعتي ومعجبه بالكونتنت. انا حبيت جدا اقدم حاجه مختلفه عن بقيه الناس. الحمد لله القناه دلوقتي جابت 1800 سبسكرايبر او مشترك. آه، جابت 1800 مشترك واكتر من 22,000 مشاهده، ودي حاجه تسعدني جدا بجد. شكرا ليكم لان انا من غيركم كنتش عملت ده. تاني هدف كان ان انا اتعلم 3D. عملت دونت 3D وعملت لها انيميشن. تقريبا التوتوريال ده علمني كل حاجه في بلندر او الاساسيات كلها اللي انا اقدر اشتغل بيها بعد كده. عملت ترايلز كتير واكسبيرمنتس كتير ان انا اتعلم اعمل مع نفسي، وعملت كوكيزايه. هي ما كانت شكلها كوكيزايه قوي بس هي تعدي يعني، كانت ترايل. تالت هدف في 2022 ان انا اخد كورسات رسم مع دكتور مراد درويش. دكتور مراد درويش من الاساتذه يعني اللي الهمتني كتير. هو كان كورس فن من الاساسيات خالص. هو 12 مستوى، انا تقريبا اخدت مستوى او اتنين. ما كملتش للاسف. لاجل ان انا ابدا اركز في الديزاين اكتر اللي هو جرافيك ديزاين بالتايبوجرافي بالايمجز بالالستريشنز بالحاجات دي كلها. فالحمد لله اقدر اقول ان انا حققت الهدفين. رابع هدف كان في 2022 معايا، وتقريبا الهدف ده هيوصل لحد ما اموت معايا لان ده حلم بالنسبه لي ان انا اشوف شغلي او اللوجو بتاعي او الايدنتي اللي انا صممتها في الشارع او في مكتب او على برينتس او على بيلبوردز او على السوشيال ميديا. ده بالنسبه لي فخر قوي، وده اللي اصلا اللي خلاني اخش في الجرافيك ديزاين. والحمد لله حققت الهدف الرابع ده. وخامس هدف هو ان انا اعمل ويب سايت جديد. انا بدات البيرسونال براندنج بتاعتي بويب سايت على ادوبي بورتفوليو، ده كان تبع السبسكريبشن بتاعي. بس بعد كده قلت ان انا لازم اطور من نفسي. الدنيا دلوقتي كلها بتابديت الويب سايتس بتاعتها، والفريلانسرز والبيرسونال براندنج عامه بيتطور بشكل مختلف. فانا حبيت اعمل الهويه بتاعتي. الهدف ده ما اقدرش اقول حققته وما اقدرش اقول ما حققتوش لان انا وصل فيه مثلا 70% من التنفيذ. اوريدي اليو اي يو اكس بتاع البروجكت بتاعي او الويب سايت بتاعي الجديد اتنفذ. احنا دلوقتي شغالين في مرحله الكودينج مع بروجرامر، وان شاء الله خلال الفتره القصيره الجايه دي هنلاقي الويب سايت بتاعي جديد. وهكلمكم فيديو كامل متكامل عن ازاي انت تبني الهويه بتاعتك وانت ازاي يكون ليك بصمه في حته الاندستري دي. سادس هدف كان في الجرافيك ديزاين في 2022. ده ما حققتوش، وده تقريبا الهدف اللي واقف لي في زوري هنا كده مش عارف احققه بقالي بتاع 3 سنين ولا حاجه. هو ان انا انشر شغل على السوشيال ميديا. كان بيجي لي احباط لما ببدا اشوف الناس مصوره يعني الشغل بتاعها وبتنزله على السوشيال ميديا وبيجي لها كومنتس وبيجي لها لايكس وبيجي لها شيرز وانها تجيت فيوتشرز وكده. انا من زمان قوي عندي مشكله ان انا انشر شغلي. حتى البروجكتس اللي بخلصها بسيبها على اللابتوب، مش بنشرها على حتى بتقعد وقت كبير قوي ان انا بنشرها على بيهانس بعديها بفتره ما خلصت البروجكت. وده للاسف هدف ما حققتوش ولسه ان شاء الله احطه معايا في 2023 وان شاء الله اقدر احققه. سابع هدف في 2022 هو ان انا اشارك في جوائز في الجرافيك ديزاين عالميه. تقريبا هيفضل حلم حياتي برضه لحد ما اموت ان انا امسك جايزه في الجرافيك ديزاين. بسعى ان انا اشوف الجوائز اللي اقدر اشارك فيها، بسعى ان انا يكون الكواليتي بتاعت البروجكتس بتاعتي تهيئني او تهيئ البروجكت انها تبارتيسيبيت في جوائز عالميه في الديزاين. لان انا بجد هكون اسعد بني ادم في العالم لو مسكت جايزه بايدي كده في الجرافيك ديزاين. بروجكت انا عامله بروجكت يتنفذ باخد جايزه عليه وسط ناس كتير قوي شاركوا بجد يعني. ربنا
ان شاء الله يوفقني، ودعواتكم يعني ان انا احقق الحلم ده. اخر جزء في الفيديو خلاص، هو اهداف 23 السنه الجايه. انا السنه الجايه حابب اوصل لحته تانية خالص as a graphic designer. حابب اتعلم جدا الالستريشن، حابب اتعلم جدا الخط. خلينا نشوف 2023 هتقول لنا ايه في الهدف ده. تاني هدف ان انا عايز اقدم جدا على منحه في الجرافيك ديزاين، او ان انا اخد ماسترز في الجرافيك ديزاين، بحيث ان انا اتعمق اكتر في الفيلد ده، واعرف ايه الخبايا، واتعلم واقدر اديكم كونتنت احلى. دعواتكم يعني ان شاء الله اقدر امشي في البروسيس كويس واتقبل في منحة يعني. تالت هدف في 2023 هو ستيل نفس الهدف اللي كان في 2022، هو ان انا اعمل براند ايدنتي لشركات كبيرة او بيزنسز كبيرة في مصر او بره مصر. الله ربنا هيحقق لي الهدف ده، وفي يوم من الايام هقول انا احمد جرافيك ديزاينر اللي صممت كذا وكذا وكذا وكذا. بجد مش تفاخر او حاجة عالية، بس احنا كلنا بنحلم، كلنا عندنا احلام ببلاش. رابع هدف في 2023 هو ان انا اشارك تاني في جوائز في الجرافيك ديزاين، وان انا اتعلم من اخطائي في البروجكتس اللي فاتت، وان يكون ان شاء الله عندي بروجكتس تطلع بالكواليتي والاكسكيوشن المبهر اللي انا اقدر من خلاله اخد جايزه. ده كان فيديو 2022 وملخص حياتي كجرافيك ديزاينر في السنه اللي فاتت دي، واهداف 2023. وان شاء الله السنه الجايه او السنه دي اللي احنا فيها دي اتوقع نجاحات كبيره. بشكركم جدا، وان شاء الله اكون على حسن ظنكم، واشوفكم على خير.